عزيزي المشاهد، معنا اليوم موسيقار من عمالقة الفن الجميل، قدم آلاف الألحان والروائع لأعظم مطربينا. هو رمز للحب والإبداع والرومانسية والوفاء. معه نبحر اليوم في بحور المسية، ونستأذنه في مكان مع ذكرياته في زمن الغناء والطرب المصري الأصيل. حلقتنا الليلة مع ملاك الفن وصاحبة الموال وشحرورة الغناء، بعيون الموسيقار الكبير محمد سلطان. الموسيقار الكبير محمد سلطان أحد أساتذة التلحين في الأغنية العربية، وقد نال هذا اللقب عن جدارة من خلال مسيرته الفنية الثرية التي بدأت منذ أكثر من 50 عاما، حين بزغ اسمه في سماء الطرب بين أساطير التلحين. سلطان المولود في 20 من يوليو عام 1937 بمحافظة الإسكندرية، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960، إلى أن اقتحم عالم الفن وأصبح لديه رصيد ضخم من الرومانسيات وأعمال عظيمة تغنى بها ليلى مراد وسعاد محمد ووردة وكارم محمود وعادل مأمون وعشرات الأصوات التي اكتشفها، وأصبحت تتصدر الساحة الغنائية حتى جعلته رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، وشكل مع رفيقة عمره فايزة أحمد ثنائيا غنائيا قلما يتكرر. يا منى أحلامي يا أجمل اسم على لساني، لو كنت مكان أكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني. وأبدع في تلحين أغاني صباح، حيث شكل ثنائيا وصفه المتابعون بأنه أحدث تطور في عالم الغناء العربي. ما يلقش عليك تقل العاشقين يا ابو قلب انا مني ليكني تقدر تنساني، مش معقول هتلاقي حناني فين ما تقول، وانا كده انا كده دلوع. أهلا بيك سيادة الموسيقار. اهلا بيك، اتشرفت بيك. اهلا وسهلا. ميرسي. اهلا وسهلا. يعني هنتكلم النهاردة عن الشحرورة. فحضرتك في بداية شبابك وطفولتك عاصرت بدايات وانتشار وتألق الفنانة صباح. ممكن دون ان التقي بيها، يعني انا حبيت صباح من انا صغير، من افلامها من اغانيها. وكنت طبعا ما انا راجل كنت لسه ما بقتش محمد سلطان، لسه كنت في بدايتي وكنت هاوي وعاشق من صغير يعني. انما صباح التقيت بيها وانا كبير، فلما التقيت بصباح من اول لقاء حسيت ان انا كنت صادق قوي لما حبيتها. التقيت بيها فين بقى؟ اول لقاء ليا بصباح التقيت بيها مع فايزة، الله كنا يرحمه. مع بعض مع بعض، والتقيت بيها في النادي الماسي في الفرقه الماسيه مع احمد فؤاد حسن الله يرحمه، والفرقه الماسيه العظماء العمالقه اللي كانوا موجودين، اعظم فرقه في الشرق الفرقه الماسيه. كانت هي زي ما كلنا بنشتغل مع الفرقه الماسيه، كل الموسيقار عبد الوهاب وفريد وكل اشتغل مع الفرقه الماسيه، الموجي كمال بالطويل، بليغ حمدي، كلنا بنشتغل معاهم، المطربين الكبار كلهم مع الفرقه الماسيه. كان لها رونق ولها كده برستيج ولها مكانه كبيره الفرقه الماسيه. طبعا أكيد. فانا التقينا بها في الفرقه الماسيه اول لقاء، لكن كان لقاء عابر يعني. عارف، انا كنت سعيد ان انا شفتها. اولا اقدر اقول اول انطباع ليا قدام مع صباح انها كانت ست شيك. يعني ايه؟ يعني بتعرف ازاي تلبس، بتعرف ازاي ما تبقاش مصطنعه، ما تجيش تحط مكياج كده تقلطها على وشها وتعمل شعرها كده، لا 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 لا، بسيطه جدا وهي حلوه اساسا. طبعا. فهي عارفه كده، فما كانتش بتزود العيار في المكياجات في شعرها، كانت تلبس حلو. اهم حاجه لبسها كان يعني. عندها بذخ شديد في اللبس وفي الأناقة والشياكة. شوف هقول لك، مهما الفنان جاب حد يكون يرشده ويوريه ويكون يعني زي ناصح له في الحاجات دي، مش هيبقى 100% الا اذا كان هو في دمه الشياكة. فهي في دمها الشياكه. هي ست شيك قوي، ست تحب الحياه قوي، ست تحب الناس قوي، ست عايزه دايما
تبقى متألقة ودايما كده زي الزمردة كده بتلمع كده زي الماسة. فصباح من اول لقاء ليا علمت فيا يعني، وكانت فايزه تعرفها قبليه طبعا. ما كانش فيه غيرة بين فايزة الله يرحمها والفنانة صباح الله لا يرحمها؟ مفيش حاجات من دي. بصي الحاجات الغيره ومش الغيره دي، الحاجات دي بتبقى دايما في متناول الصحف الفنيه، الفنانين يتكلموا وده يقول كده، لكن تعالي الحقيقه ابدا. فايزه كانت لها لونها وشخصيتها، والتانيه كانت لونها وشخصيتها، والاثنين الحقيقه في بدايه طريقها. فايزه ابتدت بعد صباح كانت الاول طبعا معروفه، وفايزه جت جديده، وبعدين فايزه لمعت، عملت انا قلبي ليك ميال، ويا قمر على الباب، وست الحبايب، والحاجات دي فلمعت قوي، فكان لها بريق. انا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك عالبال، انا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك عالبال، انا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزاب. فما كانش في علاقه وطيده بينها وبين صباح، كانوا بيتقابلوا كده، لكن ما كانش في حته الصداقه او المعرفه او العلاقه او اللقاءات المستمره، ما كانش فيه. جت بقى بعدين وزادت قوي لما اتجوزت انا وفايزه، اتجوزنا احنا الاثنين، ارتبطنا مع بعض. كانت فايزه اكثر يعني في علاقات، يعني تعمقت في العلاقات اكتر. ليه؟ انا كنت بحب جدا الترابط بين الفنانين، بحب دايما اقعد مع علاقاتهم تكون أنا حلوة عارف عبد ببعض. الوهاب وانا صغير، فانا عارف أكيد. تماما ان انا عشان احب حد او يعني اقتنع بيه قوي لازم التقي بيه، ما ينفعش كده من اشوف في الشاشه او في التلفزيون او اسمعه في الراديو بتاع، لا. فطبعا اللقاء بيبقى له تاثير اخر. فهي طبعا فايزه اول ما التقت بصباح الاثنين مع بعض، ما كنتش انا موجود، اول لقاء بينهم وبين بعض كده، ده قبل ما انا ابقى محمد سلطان. في الاول كانت هي فايزه كانت مشهوره، انا لما اتجوزت فايزه كانت عامله الاغاني دي، كانت مشهوره. تمام. كنت انا ممثل في بدء حياتي في السينما، ما كنتش لسه، كنت بلحق، لكن ما كانش حد عارف كنت إن أنا حضرتك مثلت الفيلم كريم ابن الشيخ؟ اللي هو ده فيلم اجنبي يعني، عملته موجود على النت. هو كنت ماسك مع جوردن سكوت ومويرا اورفي وكريستيانا جايوني بس مش بيتذاع في التي في مايا خالص. جراسبيا سبينا. لا ما اتذاعش، ما اعرفش، لكن هو نزل في مصر، بس نزل ببديل يعني، مثلا دور جوردن سكوت عمله فريد شوقي في الفيلم مظبوط. العربي، النسخه العربيه. انا النسخة بقى كنت العربية. في النسخه الاجنبيه وفي الأجنبية. النسخه العربيه، كنت بمثل باللغه اللغة الاجنبيه. الأجنبية. Look! Over there! Water! They burned the oasis. Everyone's dead. They even killed Sheikh Hussein. Did you hear that? They've killed Hussein. Another example of Omar's justice. Who else could do this? Will he never stop? Sheikh Hassan! Sheikh Get this man to my tent and hurry. Quickly, I said. And hide that horse. خلينا نتكلم عن صباح بالذات. صباح انا بقول لحضرتك انا كنت حاسس بيها وانا صغير يعني، بحبها، بحب صوتها، بحب اللون بتاعها، لون مميز، مش شرط تكون يعني مش بتغني أغاني طويلة زي فايزة أحمد. لا. أكيد أغانيها كلها كانت صغيرة. لا لها. بص، اهم حاجه في النجوم ان كل نجم ما ينجحش الا اذا كان له لونه وله بالظبط. شخصيته المميزه. لو كان بيقلد حد هيبقى
الصف الثالث والرابع، مش هيبقى في تمام. الصف الاول ابدا. لازم يكون مميز وله شخصيه مميزه، ولازم يبقى مختلف عن ليه لون الاخرين مختلف عن عشان الباقي. يبقى مميز، عشان تقدري مظبوط. تميزي ده بده. فهنا من هنا بيقعد على مقعد النجوميه بقى. فصباح كانت موهوبه قوي في حكايه ازاي تلتقي بالناس وازاي تخلي الناس تحبها. هي طبيعتها كده، وبسيطه قوي وساريه البديهه وتحب النكت وتحب الهزار ومرحه ومتعلقه بالشباب قوي. يعني هي تحب تبقى دايما شابه، حتى لو كبرت بالظبط. كانت تحس انها شابه لغايه لما كبرت قوي. لحد يعني ما كبرت كنت حاسس ان هي حاسه انها مش حاسه انها كبرت يعني، خالص. بالرغم ان جالها وقت كانت تعبانه في اخر ايامها. مهم. فطبعا احنا علاقتنا بعد كده استمرت بقى انا طب جات ازاي بداية حضرتك ان انت تلحن لها الدنيا حلاوة قدامي ونية دلوعة والحب ملوش كبير؟ يعني ما هو جه ده ازاي بقى- جه ازاي الموضوع لا ده؟ عملت، بص انا عملت لها الحان دي بعد ما بقيت محمد سلطان. تمام. يعني ما كانش في بدء حياتي، انا اشتغلت مع فايزه وانا لسه جديد، كنت لسه جديد. وبدأت شقيت معاها حياتي من الاول، طريقي شقيته مع فايزه. فايزه الحقيقه لها الفضل كبير جدا، ادتني صوتها. مهم. انا ما انساش فضل صوت فايزه عليا، يعني اي سلاح في ايدك، يعني الصوت ده سلاح. انا بعمل اغنيه مهما كانت لحن جميل لازم المؤدي يكون بالظبط. له قاعده شعبيه كبيره، يكون الناس بتحب صوته والناس بتتهافت عليه، من خلاله بوصل للناس. فده صاحب فضل، مش عايز كلام، انا ما اقدرش اقول انا صاحب فضل على فايزه ابدا. هي بدايتي معاها. بس حضرتك برضو ملحن لها نسبة 80% او 90% من اغانيها. معلش، ده بعدين احنا مع بعض كملنا مع بعض، بقيت انا جنبها، لان طبعا تزوجنا وبقى اولادي، فكنت حريص ان هي تبقى دايما في المقدمه. فكنت بعمل لها يعني الوان مختلفه. كنت اول ما اتجوزنا انا وهي مهم. كانت هي بتغني اغاني العائله، يعني ست الحبايب، الام، حبيبي اخويا، الاخ، بالظبط. اغنيه الاب. أيوة. واخد بالك، اغاني عائليه، كان حتى بيقولوا عليها مطربه العائله. فانا اول ما ارتبطنا قلت لها انا في حاجه مش عاجباني انك انت ليه مطربه العائله. مرتبطة بالموضوع ده. من هنا بقى ابتديت اغير لها. تنوع لها في اغانيها. خلينا في صباح بقى. مهم. صباح كانت خفيفه الظل جدا وسريعه البديهه وصاحبه نكته، مهم. وكانت بتضحك على طول. عمري ما شفت صباح مكشره، والله انا بقولها وامام الله ان هذه الست كانت مشرقه، وجه مشرق، دايما مبتسمه، دايما مقبله على الحياه، ما تحسش ابدا انها كبرت، دايما بالظبط. عايزه تفضل صغيره. ومش تفضل صغيره يعني ايه، يعني تمثيليا، لا، هي مقتنعه ان هي لازم تعيش حياتها. وبالرغم انها عايشه زمن اخر، لكن كانت دائما المرح والحيويه بيغلبوا عليها في اغانيها. حتى تلاقي شخصية مرحة واغانيها كلها. شخصيه كويسه جدا. بس اغانيها كلها كانت اللي هي اغاني دلع واغاني صغيرة. ليه ما نصحتهاش مرة قلت لها انها تغني اغاني زي فايزة احمد، ولا عشان الصوت لا لا مختلف؟ لا ما انا هقول لحضرتك حاجه. لو صباح غيرت لونها ما بقتش بقت صباح. مهم. اصل اهم ما يميز اي صوت ايه؟ انه له طابع خاص، له شخصيه خاصه، له شخصيه مميزه، ما فيش حد زي التاني. يعني كده. رأي حضرتك ان صباح ما تقدرش تغني اغاني اللي كانت بتغنيها فايزة خالص؟ لا، ده لون وده لون. دي بدله وفستان بيليق على فلانه وما ينفعش على فلانه. مم. زي ام كلثوم لها اغاني مش معقول اجيب مثلا شاديه تغنيها تمام. مثلا. فايزه بتغني حاجات مش معقول شاديه تغنيها. لكن مش صباح مسألة تغنيها، صوت. لا. مش مسألة صوت ابدا. مين يعني ان صباح ما تغنيش اغاني طويلة اغاني فايزة. لا ما ينفعش مش مسألة لا صوت. لا ما مسألة ينفعش. شخصية. بصي هقول لك حاجه، هي الحكايه ايه؟ اهم حاجه ذكاء المطرب. مهم. الفنان لابد، لو الفنان مش ذكي ما ينجحش ايا كان. أيوة. مؤلف ولا ملحن ولا مطرب ولا مخرج ولا ممثل، اذا كانش ذكي ما ينفعش. الذكاء ركن من اركان النجاح. ليه؟ لانه هيعرف هو الوقت المناسب ايه، وايه اللون اللي يوصل للناس، وامتى يضحك وامتى ما يضحكش، وامتى يتكلم وامتى ما يتكلمش، وكل ده حاجات يعني مدرسه يعني. واخد بالك؟ صباح كانت بتنوع ملحنينها، كانت بتنوع كل شوية عند حد.
فايزة أحمد كانت مرتبطة بيك ارتباط كبير شوية لا في فايزه غنت، الألحان. لا فايزه غنت لملحنين كثيرين جدا اكتر من صباح. يعني تنوعت هي مع ناس غنت كتيرة. صباح ما غنتش في حاجات غنتها فايزه لعبد الوهاب والسنباطي سيد مكاوي مثلا، محمد الموجي، بليغ حمدي، يعني الكثير والكثير. صباح كان لونها معظم، حتى غنت فايزه لمنير مراد. مظبوط. صباح غنت اصل شوفي زي ما قلنا، خلينا نتكلم بصراحه ان كل صوت له لونه وله شخصيته، وما يقدرش يخرج عن، وليه طبقة معينة. مش طبقه بس لوحدها. الطبقه دي حاجه فنيه مالناش دعوه بالناس، مالناش دعوه بحكايه الطبقه. الناس لها لون او شخصيه. تمام. عارفين صباح شخصيتها اللي هي المرحة تقول لهم الدلوعه، حتى هي دلوعة. كانت شحروره. احكي لنا ازاي جت أغنية دلوعة انك انت تعملها لها. والله شوف هقول لك حاجه، ما فيش، ما اقدرش اقول لك ان بيبقى الانسان بيخطط يعمل لون معين. هي جت طريقه هذه الاغنيه ولقيتها انها تناسب صباح فعملتها لها. زي اغنيه الدنيا حلوت قدامي، والحب ملوش كبير. يعني حاجات عملتها لصباح. يعني جت قدامي، الكلام جه قدامي، حسيت ان ده لصباح ويناسب صباح فعملته صباح. لما انا عايز اقول لك مثلا مناسبه انا كده دلوعه دي، انا مثلا يعني افتكر تماما كان تقريبا اخر لقاء بيني وبينها كان لما كان في اوسكار، لما اديتك المايك وقالت لك غني. ايوه هو ده اللي عايز اقوله لك. فانا كنت رئيس مهرجان اوسكار، كنت انا رئيس لجنه التحكيم في مهرجان اوسكار. مظبوط. رئيس لجنه التحكيم. فهي كانت ضيفه في المهرجان. وانا كنا المهرجان ابتدى في الاخر وكنا قربنا يعني خلصنا تقريبا، وهي دخلت من الباب ماسكه المايك، باب المسرح او باب المكان اللي كنا فيه. فانا لمحتها داخله وبتسندنها مش قادره تمشي. فانا طبعا جريت عليها خدتها. ايوه. وسندت عليا، وكان في ايدي ميكروفون لان كنت بتكلم في الميكروفون. فراحت ماسكه ايدي وراحت ماسكه الميكروفون. وجيت قعدتها على كرسي. اول ما قعدتها في كرسي راحت ماسكه الميكروفون وراحت قالت لي انا كده وراحت مغنيه انا كده دلوقتي. يعني قد كده كانت انسانه بالرغم ان مش قادره تمشي، كانت لكن لابسه شيك جدا. انسانه تحب الحياه ومتمسكه بالحياه لاخر وقت. لاخر وقت كانت مهتميه بشياكتها واناقتها وكل لا يعني مثل اعلى في الشياكه صباح. كان في اتصالات بينكم قبل ما تتوفى؟ كان في اتصالات؟ لا كنت دايما بسال عليها، وكانت هي قاعده في بيروت. كان في واحد قائم يعني بيعتني بيها اسمه مصطفى. وكان دايما هو حلقه اتصال بيني وبينها، لان هو بيروح لها وبيبقى معاها وبيقول لي صباح كذا، وكنت ساعات بكلمها. انما يعني اخر لقاء بيني وبينها هو كان في اوسكار. في اوسكار ده. غنيتي انا كده دلوقتي، عشان كده مش قادر انسى هذا اللقاء ابدا. طيب صباح تميزت بالحساسيه المفرطه والرومانسيه، وكانت بتحب، وكان كان بانفصال بيحصل كتير بينها. هل ده اثر على شغلها؟ شوفي هقول لك حاجه، الحياه الخاصه للفنان ملكه هو. يعني انا ما احبش ابدا حد يقحم نفسه في الحياه الخاصه لاي فنان. هذه حياته الخاصه. لو كل انسان فكر كده، سالتيه قلت له تحب حد يتدخل في حياتك الخاصه هيقول لك لا. ما بالك بقى فنان ومشهور. الحياه الخاصه بتاعت صباح بتاعتها هي حره. هي معروف حياتها الخاصه، لان الحياه الخاصه للفنان عموما الحب والزواج والانفصال لا سيبك من ده. لكن بتبقى يعني الناس بتبقى على بينه وعارفاها، بتقراها في الصحف، بتتقال في لقاءات، بتبقى الناس عارفه حياته الخاصه ايه. صباح حياتها الخاصه هي يعني تزوجت كذا مره. جوزت اول واحد انور منسي، جابت منه هويده. انور منسي كان من اعظم عازفي الكمان، يعني معروف ان انور منسي والحفناوي دول من اعظم معازفي الكمان اللي كانوا موجودين في مصر. فهي ارتبطت بيه وجابت منه، جوزته يعني، جابت منه هويده. ثم تزوجت بعد كده كذا زيجة. انا ما اعرفش بالظبط زيجات، لان لا يعنيني الحياه الخاصه للفنانين قوي يعني.
يعني انا بقعد معاها ما بتكلمش معاها في حياتها الخاصه، ماليش دعوه. انا بعد ما نقعد مع بعض كنا بنلتقي. اخر مره التقينا في البيت عندي هنا كان معانا يعني مجموعه من الفنانين منهم صباح. فايزة مجموعة أحمد من كانت الممثلين. موجودة؟ طبعا كانت فايزه موجوده. ما كانتش بتغير لما بيجي لك ضيوف أو ناس؟ مين اللي يغير؟ فايزة أحمد؟ لا فايزه بالعكس. مين قال الكلام ده؟ منين جبتي حضرتك الكلام ده؟ أنا أعرف إن فايزة غيورة، يعني لا هي غيورة لا عليك لا وغيورة لا على لا شغلها. لا 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 سيبك من الكلام ده، ما هو ده كلام بقى المسترسل للناس العاديه يعني. لكن تعال نتكلم في الواقع وفي الحقيقه. أيوة. فايزه احمد بالعكس، فايزه احمد تحب الناس تحبني. ما كانتش مثلا زي ما كنت تصوري مثلا تغير مثلا من حد ابدا. هي كل ما تلاقي حد بيحبني تبقى سعيده اكتر. لان انا لما احب حد احب الناس تحبه. بالظبط. مش غير عليه، عايز انا بس اللي استحوذ عليه. ناس كتيرة فاكرة انها كانت غيورة عليك. لا 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 بص، الغيرة البناءة مش الغيرة الهدامة. في غيرة بناءة وفي غيرة هدامة. فايزة أحمد كانت غيرتها شيك قوي. تغير وما تقوليش حتى انا بحس انها غيرانه ولا مش غيرانه يعني. كنت حريص ان ما خلاش تغير، لان ما فيش ما يستحق الغيره ابدا. طالما ان انا يعني مرتبطين مع بعض وهي مراتي خلاص يعني انا ما فيش مشكله. انما هو اللي كان بيربطنا بصباح العلاقات العائليه يعني. ازاي كنا بنبقى موجودين، بيبقى ساعات فريد الأطرش بيجي يتغدى معانا، ساعات صباح، ساعات بيبقى مره كان في عندنا سهرات كثيره منهم صباح كانت في موجوده وورده، وكان عادل ادهم ونبيل عبيد وكمال الشناوي وحسين فهمي. مجموعه كبيره جدا كانوا موجودين. نجوى فؤاد كانت موجوده، كانت صباح موجوده، ورده موجوده، وفايزه، وغنوا كلهم، كل واحد غنى. فطبعا دي قعدات بتبقى ذكريات جميله جدا، والانسان ما يقدرش ينساها ابدا. لان عارفه الفنانين دول عباره عن زي الماس، عارفه ازاي؟ كل فنان، وخصوصا اذا كان فنان علم في الناس، سواء كان مطرب او ملحن او ممثل، طالما ان هو وصل للناس وعلم في الناس فبيبقى له قيمه وله يعني غلاوه اللي هي من حب الناس. يعني قيمته بتتوجد من حب الناس ليه، نتيجه عمله وسمعته واخلاقياته. فصباح كانت محبوبه قوي كمان جدا. صباح اتجهت للتمثيل وهي مطربه، هل انت شايف ان الموضوع دوت بعدها شويه عن الغنى ولا ما اثرش على لا 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 بالعكس، صباح هي كانت ممثله اكثر منها مطربه كمان. كتير من المطربين عملوا ده، لكن اتشهرت كممثله اكتر. يعني عملت افلام كتيره جدا، عملت افلام مع فريد الأطرش، في حاجات تلتقط بعمالقه يعني. مع فريد تعمل فيلم هي وفريد وتطلع تغني معاه ويعمل لها الحان. ايه اكتر فيلم حبيته لها؟ لا انا بشوف، انا دايما ما اقدرش اقول لك احسن اغنيه حبيتها لفلان. طب ايه اكتر فيلم حقق نجاح من وجهه نظرك ليها؟ لا ما اقدرش اقول لك برضه. التفاوت موجود، والالوان، اختلاف الالوان لا مطلوب. افلام كتيره جدا عملتها، في منها افلام ضربت قوي، في افلام نجحت، بس ما فيش افلام سقطت يعني. ما فيش، ما اذكرش ان في فيلم لصباح سقط ابدا. ايه الفيلم اللي نجح قوي من وجهه نظرك؟ لا افلام كثيره لصباح. افلامها مع فريد الأطرش كانت بتنجح قوي. طب ايه اكتر اغنيه من وجهه نظرك شايفها ان هي كانت عجبتك اكتر حاجه؟ والله هقول لك حاجه، ما اقدرش اقول لك اكتر اغنيه، اصل كل اغنيه لها مذاقها والطابع بتاعها وملحنها بقى. يعني في الاستاذ عبد الوهاب، استاذنا جميعا عبد الوهاب، عمل لها حاجات حلوه لصباح. فريد الأطرش عمل لها حاجات حلوه صباح. الموجي عمل لها حاجات حلوه، بليغ عمل لها حاجات حلوه، نوعت كتير هي. انا عملت لها حاجات حلوه، اشتغلت مع الكل يعني. وبعدين كل لون له مذاقه وله رونقه. ما اقدرش اقول ده احلى من ده ولا ده احلى، كل واحد حسب ذوق الناس. الناس تحب تسمع ده وده 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 وده. وبعدين الحكم للناس في النهايه تقول لك انا عجبني دي، عجبتني دي. ما اقدرش انا اقول لك ان دي تعجبني اكتر، لا انا لان خصوصا لما اكون حاجه انا عاملها بستنى راي الناس فيا. دايما الفنان خصوصا اذا كان فنان يعني واعي وفاهم يعرف ان راي الناس هو اهم حاجه، لان هو ينجح من خلال راي الناس، من خلال حب الناس. اغنيه دلوعه نجحت كتير والناس كتير حبوها،
وهي كمان كانت بتحبها قوي، وكانت هي عشان عارفه كل حفلة تطلع تغنيها عارفه ليه لازم. ليه عشان هي بيقولوا عليها عشان الدلوعه هي الشحروره دلوعة. بتاع، بس يعني هي كده كانت مبسوطه منها. لا برضو عشان كده اللحن كان هي الاغنيه اللي نجحت قوي كمان اسمها إيه؟ دنيا حلاوه قدام. مهم. اه اغنيه نجحت، اغنيه نجحت كويس. بس دلوعة كانت اكتر، كان دلوعة فيها توزيعات كده حلوة قوي. لا ما فيش حاجات توزيعات. ألحان لا ما فيش مش كلحن. حكايه توزيعات، ما فيش توزيعات. يعني هو اللي نجح في الاغنيه اللون بتاع صباح، ان انا عملت لها اللون بتاعها ده، وهي ده شخصيه دلوعه هي ايضا. فالمعنى ركب على الغنائي، ركب على الشخصيه، فبقى يعني في صدق شويه. تألقت صباح برضو في الغناء الفلكلوري اللبناني. بترصد مرحلة نضجها الفني ازاي في الموضوع ده؟ لا بص، انا ما اقدرش اقول لك نضجها الفني، لان جولتها في الدول الأوروبية. صباح كان ربنا يعني يتغمدها برحمته. صباح عاشت عمر مديد وطول عمرها ناجحه، وغنت الوان كثيره جدا. غنت لبناني، وغنت الموال اللبناني اوف، وغنت حاجه لعبد الوهاب اسمها حاجه اسمها التوت كده، مش عارف مش فاكرها. حاجه للموسيقار عبد الوهاب. وغنت حاجات كتير جدا لعبد الوهاب تانية حلوه، والبليغ غنت له حاجات حلوه جدا، والموج غنت له حاجات حلوه. يعني شوف صباح كانت مطربه ناجحه، مش عايز اتكلم. كان ليها جولات كتيرة في الدول الأوروبية. كان ازاي الناس بتستقبلها بره؟ فين؟ في الدول الأوروبية كان ليها جولات كتيرة في الدول شوف لما الأوروبية. لما في المطرب او الفنان بيبقى ناجح، فاحنا في زمن الاتصال سهل جدا، في اجهزه يعني مرئيه وغير مرئيه وتلفزيونيه، وفي نت كمان دلوقتي. كل ده بيوصل بره، ففي العالم كله بيتصل ببعضه. فالفنان كويس بيصل اعماق البلاد البعيده، حتى يعني في اعمق امريكا وما بعد امريكا كمان، في الامريكتين، يعني في البلاد الاخرى، في بلاد اوروبا كلها. مش هي بس، هي والمطربين اللي هم قدروا يوصلوا يعلموا في قلوب الناس وفي احساس الناس. فلازم يكون له مكانه في كل حته في العالم. انا في رايي ان الفنان الجيد، سواء كان مطرب ولا مطربه ولا ملحن ولا شاعر ولا ممثل، كلما وصل الى افاق بعيده، كلما كان هذا اعلان ان هو كان مخلص وبيحب شغله، وكان وفي في عمله، وانه قدم كان صح. لان ممكن الانسان يسلك في لون مش بتاعه يقوم يشذ، لكن اللي بيعرف ازاي يحط رجله في المكان المناسب فبيوصل للناس كلها. يلبس مقاسه في الغنى، مش بس مقاسه، يعني غني لونه، يعني غني لونه. لان بص ما ينفعش حد، لان كل سبحان الله لكل انسان له لون، زي ما كل شيء له لون وله رائحه وله طله، مش كده؟ فاذا المطرب ايضا نفس الحكايه، زي عبد الحليم حافظ. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع تاني مع الموسيقار الكبير محمد سلطان، استنونا. ورجعنا بعد الفاصل ومكملين حلقتنا مع الموسيقار الكبير محمد سلطان. الموسيقار محمد سلطان تابعنا كلنا مسلسل الشحرورة، واللي ركز اكتر على يعني حياة صباح الشخصية، مما خلى اسرتها تتضايق من الموضوع دوت. ممكن تكلمنا عن الموضوع ده؟ لا شوف هقول لك حاجه، يعني انا دايما بفضل عدم التعرض للحياه الخاصه للفنان، زي اي انسان عادي. يعني اي انسان عادي له اسراره،
وله حياته الخاصة. مهم. مش المفروض حياته الخاصة تبقى منشورة على الملأ كده في مظبوط. صفحات الجرايد وفي المسلسلات وبتاع، وبعدين قد لا تكون صادقة، وقد لا تكون دقيقة، مم. وقد تؤدي إلى الإضرار بالفنان أو الإنقاص من قدره. يعني أنا مش من أنصار سرد قصة فنان حياته الشخصية نركز عليها تتناول أكتر. حياته الشخصية مهم. إلا إذا كان في يعني حاجات مهمة مغلفة جدا. بالصدق قوي. بالظبط. وطبعا صعب جدا إنها تبقى مغلفة بالصدق، لازم يبقى فيها شوية مبالغات. محدش يعرف ان حضرتك بتعمل دلوقتي قصة حياتك في برنامج وجايب فيه شخصيات عديدة من اللي حضرتك طلعتهم، زي الفنان الكبير هاني شاكر، سميرة سعيد، لا ناس لا كتيرة. أنا بص هقول لك حاجة. أنا خلصته يعني، عملت سرد لتاريخ حياتي في 15 16 حلقة، مهم. بس كل حلقة طويلة يعني. بس لسه ما تزعش، لسه ما تزعش، لا لسه. مش مقرر قناة معينة لسه لا لا تزيمه؟ لا لا مفتوح العرض، القناة اللي عايزة تاخده تفضل. عشان الناس كتيرة حابة تعرف قصة حياتك وقصة الناس اللي طلعوا اللي حضرتك طلعتهم. بصي، أنا أهم حاجة فيا إن أنا ما أحبش أبدا غير الصدق وغير إن أقول حقيقة. حضرتك بتحب تساعد الناس من غير مقابل، وده اللي عملته كتير مع الفنانين، كنت بتعمل يعني لهم حاجات من غير ما تتقاضى اي حاجة. لا، عملت كتير طبعا، حاجات كتير جدا، وانا سعيد بكده يعني. انا مش ما بقولهاش فخر ولا حاجه، انا ده طبيعه فيا. انا بساعد، قدمت اصوات كتير جدا وما كنتش خدش منهم حاجه بالظبط. قدمتهم لمجرد ان انا اقتنعت بيهم ووقفت جنبهم، وبعدين ده هم بيدعوا لي طبعا. زي الفنانة أصالة يعني كتير جدا. لا مش أصالة اول واحده قدمت، اول حاجه قدمت اسمه ايه ده، هاني شاكر، سميرة سعيد أول واحدة، هاني شاكر، محمد ثروت، نادية مصطفى، مسافات، مدحت صالح. لا الكثير من الأعمال مش مسافات، بس هي أول أغنية لها مسافات فعلا. هي اشتهرت بنادية مسافات، بعدها سموها هي أول أغنية في حياتها كانت نادية مسافات اتعملت. الشهرة اللي حضرتك تعاونت معاهم ممكن تكلمنا عنهم؟ لا شوف هقول لك حاجة، أنا تعاونت مع شعراء كثير جدا، وفي شعراء أنا ابتديت معاهم وهم كانوا ما حدش يعرفهم خالص يعني. أيوة، زي مين مثلا؟ زي محمد حمزة. أيوة. أول بداية معاه، زي عمر بطيشة. في شعراء يعني لمعوا معايا كمان، زي سمير الطائر. في شعراء كثير جدا أنا بعتز بيهم جدا، لأن طبعا دول شركاء في أعمال ناجحة، فأنا طبعا دايما بعتز بيهم يعني. أنا عملت صباح مع عمر بطيشة ليه أنا كده دلوعة دايما، وعملت معاه كمان أغنية الدنيا حلوت قدامي. عملت مع مؤلفين كثيرين، وطبعا المؤلف بيبقى ركن هام في الأغنية. أركان الأغنية المؤلف والملحن والمطرب. قدمت أصوات كتيرة وشعراء كمان، قدمت أصوات كتيرة يعني. أنا بعتز إن أنا قدمتهم كلهم، لهم مكانة غالية عندي جدا يعني. كثير بداية من سميرة سعيد بعتز طبعا، قدمتهم دول، وهاني شاكر طبعا، وثروت ونادية مصطفى ومدحت صالح الفنان هاني شاكر في أول لقاء ليه مع حضرتك لما طلع يغني كان عبد الحليم اتضايق من صوته، وانت قلت له انت نجحت كده يا هاني. مظبوط؟ لا 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 ما انا بص، الحاجات دي لا تعنيني، ده كلام جرايد وكلام يعني قصص بتتقال. انا خلينا دايما شيك في كلامنا. ما لا ده هتضايق عبد الحليم، هيتضايق من ايه يعني؟ عبد الحليم ده، عبد الحليم حافظ ده. بس هو اتضايق من صوت هاني لما هاني طلع. لا ما حصلش. لما كانوا واقفين عند الاسانسير، لما كنتوا واقفين عند الاسانسير. لا هو بس كان يعني انا ما قدمت هاني شاكر في وقتها، قدمته وكان عبد الوهاب هو اللي كلمني. عبد الوهاب اللي طلب مني الحله. مظبوط. بصراحه يعني انا كنت ساكن في الزمالك في شارع ابو الفدا انا وفايزه. فعبد الوهاب كلمني قال لي في عندي صوت ولد صوته كويس، خدهوله. مين اللي خده لعبد الوهاب؟ اللي هو مأمون الشناوي. فقال له انا عندي صوت حلو جدا هبعته لك
عشان تسمعه وعايزك تعمل له حاجه كويسه تنجح وبتاع. وعملت كانت البدايه ان لان مامون الشناوي كان بيشتغل زي مستشار فني لصوت الحب لعاطف منتصر. ده يعني البدايه. خلينا نقول ان انا قدمت الاصوات دي، وقدمت كمان مؤلفين شعراء زي يعني اعتز بيهم جدا، زي مثلا محمد حمزه. اول ما اشتغلت انا وهو اول عمل له معايا، بس انا كنت جديد زيه برضه. لكن انا بعد كده قدمت مثلا عمر بطيشه، وبقى من اكبر الشعراء. مظبوط. يبقى انا بعتز بالناس اللي قدمتها. وسمير الطائر ايضا انا وقفت جنبه وكنت بحبه جدا وبعتز بيه، وهفضل اعتز بالناس دي، لان بيني وبينهم نجاح، وبيني وبينهم كفاح. لازم الانسان يعني انا طبيعتي يعني بعتز بكل من حطيت ايدي في ايدهم واشتغلت معاهم وكنا مع بعض ناجحين، لان النجاح دايما بيخلق الحب، والحب يخلق النجاح. فبالحب الانسان ينجح، ولما تنجحي الناس تحبك. مظبوط. فهمت ازاي؟ يعني الحب هو اللي بيخلق النجاح. انك تحبي شيء ما تعمليش حاجه ما تحبيهاش تنجحي. اعملي الحاجه اللي بتحبيها، ولما تنجحي الناس تحبك. فاذا الحب مرتبط بالنجاح. كنت بترتاح لحد معين وانت بتلحن له اكتر من حد تاني ولا لا؟ ازاي؟ يعني وانت قاعد مثلا مع الفنانة صباح، كنت بترتاح معاها وانت بتلحن لها؟ كانت يعني ايه؟ بس الطفه يعني مثلا؟ لا يعني كنت لا هقول لك حاجه، سؤال ظريف، بس هقول لك حاجه. هو طبعا بالنسبه لصباح، لما اشتغلت مع صباح قطعا كنت انا معجب بصوتها، والا ما كنتش لحنت لها. معجب بصوتها بس ولا بشخصيتها كلها؟ لا ماليش دعوه بحكايه الشخصيه دي. الشخصيه انا معجب بشخصيتها عادي. انا انسان ماليش في حكايه الحكايه اياها دي، ماليش دعوه في حكايه معجب بيها هي مثلا ولا بتاع. لا ابدا. هي بالعكس، كلهم العمل انا بحترم عملي، ومن يعمل معي بيبقى مغلف بالاحترام والتقدير. وانا كل اللي قدمتهم يعني في هذا الاطار يعني. فصباح بالنسبه لي بعتز جدا ان قدمتها والله، لان انا هذه الست بعد ما رحلت حبيتها اكتر، لان كانت بتعاني كتير جدا، وكانت قاعده في لبنان ومش مفيش حد بيخدمها ولا حد بيساعدها. وكان في واحد ابن حلال كان زي ابنها كده واقف جنبها، راجل ما لا هو ليه قرابه بينه وبينها ولا حاجه ابدا، لكن قاعد بيعتني بيها، بياخدها ويجيبها وبيسندها ومعاها يعني، واخد بالك ازاي؟ اسمه مصطفى. انا احترمته قوي، لان هو انسان لا غايه له، لا غايه ماديه ولا غايه. هو اللي كان على اتصال بحضرتك؟ نعم. هو اللي كان على اتصال كان بحضرتك؟ بيكلمني يقول لي صباح بتسلم عليك وعايزه تسمع صوتك وكده، كنا نتكلم برضه. هو اللي كان مقيم معاها؟ لا هو اللي كان لا كان بيروح يقعد معاها ويعتني بيها ويجيب لها اللي يخدمها، ويبقى هو يعني هو زي ولي امرها يعني. مظبوط. وهي كانت محتاجه، لان في اخر ايامها كانت بتعاني تماما يعني. كان في ملابسات كوميديه حصلت بين الفنانه صباح والفنانه فايزه احمد، زي ما حضرتك ما قلت في الاول البذخ الشديد في لبسها وشياكتها وكده. فايزه احمد مره كانت قالت لك بطريقه كوميديه انا عايزه دولابي زي دولاب صباح. اولا هقول لك حاجه، فايزه احمد وصباح الاثنين كانوا صحاب، لونين مختلفين خالص تماما، والاثنين كانوا بيحبوا بعض يعني، ما فيش بتاع. ولا فايزه كانت بتقول عايزه زي صباح، ولا صباح تقول عايزه زي فايزه، ماشي يعني. وحكيت لك لسه في اللقاء ان احنا كنا بنقعد مع بعض كلنا ونلتقي مع بعض وبتاع، ما عندناش الحاجات دي. لكن في حاجات طبعا بتتقال في وسط الحقل الفني. أيوة. وعلى يعني الساحه الاعلانيه والساحه التلفزيونيه ولا الصحفيه ولا حاجه، بيتقال اخبار ساعات. الفنان ملوش دعوه، ملوش دخل فيها خالص يعني، ما فيش حاجات من دي يعني. انا عايز اكلمك عن هم الاثنين كانوا اصدقاء كويسين قوي، يحبوا بعض وكويسين. المنافسه موجوده، بس المنافسه الشريفه. يعني كل الفنانين بيتنافسوا. ايوه، غيره فنيه شيء طبيعي. مفيش حاجه اسمها مفيش منافسه، في منافسه. ما ده اللي انا بقوله لحضرتك. في منافسه لكن منافسه شريفه، مفيش حد بيغير من التاني ولا حد بتاع. في غيره بناءه وفي غيره هدامه، واخد بالك؟
يعني مثلا اي فنان عايز يبقى هو احسن واحد، لكن لابد عشان الفنان ربنا ينجحه. انا بتكلم عن نفسي، ما اعرفش بقى في غيري بيفكر ازاي. انا عشان ربنا يعني مؤمن تماما، عشان ربنا ياخد بيدي فاني لازم اتمنى لغيري ما اتمنى لنفسي. يعني ابقى سعيد لو بليغ عمل حاجه حلوه ونجح، ابقى سعيد جدا. مش اقول ليه هو يعمل كده وانا ما عملتش ليه. تبقى سعيد مفيش لنجاح هذا- الاشخاص الاخرين اتمنى الخير للناس. بيقول لك إيه؟ قل لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما ما يحب يحب لنفسه. لنفسه. انا راجل بعمل ده، انا الراجل ما عنديش لا غيره ولا حقد ولا كده، وعشان كده من اعاشرهم ما بحبهمش يبقوا كده. يعني فايزه كانت انسانه اللهويه قوي، يعني اللهويه يعني ايه؟ بتاعت ربنا يعني. دايما اسم ربنا على لسانها، دايما تحب تعمل الحاجه اللي ما تغضبش ربنا، تعمل حاجه اللي فيها خير، وده شيء جميل. صباح ايضا في ناس ما تعرفش عنها انها هي كانت انسانه خيره، كانت طبعاً خيره أكيد. بتساعد ناس غلابه. صباح كانت طيبه جدا. الناس بتعرف، الناس دايما والجمهور لا يعنيه، عايز واحده بتغني له وخلاص، لكن لا مظبوط. يعنيه حياته الخاصه. انما انا اقول لك يعني ان في حاجات حلوه في حياه الفنانين كثيره جدا لا يعلمها الناس، وده حاجه بتتعمل لربنا، يعني ما بتتعملش لحد تاني. موسيقار محمد سلطان، انبسطنا جدا باللقاء مع حضرتك النهارده. كان نفسنا نقعد اكتر، بس ان شاء الله يكون في حلقات تانية نتكلم مع حضرتك، مع الفنان عبد الوهاب ومع غيرهم كتير. انبسطت جدا بوجودي مع حضرتك. متشكره لحضرتك. انا اشكرك جدا واتمنى لك التوفيق، وانا شايف فيك ان شاء الله موهبه جديده ومذيعه لامعه ان شاء الله، لان فيكي قبول، وشك فيه قبول. ميرسي مشاهدينا، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده مع الموسيقار الكبير محمد سلطان. استنونا في حلقات تانية، والى اللقاء.